أخطر حاجة اليوم ماشي الذنوب اللي كنديرو، أخطر حاجة هي الخير اللي ولا كيتدار باش يشوفوه الناس. كاين واحد الحاجة تبدلات بزاف في هاد الوقت واللي هي النية. شحال هادي كان الإنسان كيدير الخير بينه وبين الله، ودابا ولا أي عمل خاصو تصفيق ولايكات، وخاصو الناس تقول واو شحال هاد الإنسان زوين. كتلقى شي واحد باغي يعاون، ولكن قبل ما يعاون كيسول فراسو واش الناس غيعجبهم هاد الشيء، واش غيقولوا عليا انسان مزيان. وهنا كتبدا الكارثه، حيت العمل ما بقاش خالص لله. اخطر حاجه في هاد الشيء كامل ان الانسان يقدر يدير الخير كامل ولكن يضيعه كامل، حيت كان باغي نظرة الناس ماشي رضا الله. كتلقى الواحد كيصور الصداقه، كيصور المساعده، وكيصور اي حاجه زوينه، ويمكن القلب ديالو محتاج غير كلمات الله يعطيك الصحة. حنا ماشي ضد الخير، ولكن ضد أن الخير يتحول لاستعراض. راه النية هي اللي كتعطي القيمة للعمل، ويمكن واحد عطى درهم في صمت أحسن عند الله من واحد عطى الملايين قدام الكاميرا. ويمكن كلمة طيبة قلتيها لله في سبيل الله تنجيك يوم القيامة. إوا قبل ما دير أي خير سول راسك واحد السؤال: إلا ما شافني حتى واحد واش غنبقى ندير هاد الخير؟ إلا كان الجواب ديالك نعم فأنت مازال بخير. وكيف قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى.